السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي الزول في الهوان، مرحبا بكم في حلقة جديدة ومرحبا بكم في قناتكم ملعب ديزاد. اليوم ماشي نهار عادي، اليوم نهار نحكيو فيه على واحد من أكبر الأندية في الجزائر، جياسكا. فريق عنده تاريخ، عنده أرشيف وعنده جمهور وعنده قيمة، بصح للأسف راهو يعيش أسوأ أيامه. الهزيمة أخيرة ضد مولودية وهران ما كانش مجرد خسارة، كانت صفارة إنذار، كانت صفعة، كانت رسالة واضحة تقول كاين مشكل كبير ومشاكل كبيرة بزاف. اليوم راح نتكلموا على التسيير، على القرارات، على الفوضى، على الوعود اللي ما شفنا منها حتى شيء. راح نهضروا على الوضع اللي راهو يجر شبيبة القبائل إلى الهاوية. في آخر الفيديو راح نخليكم أحد اللاعبين اللي خرج مؤخرا في كلام واضح على الشيء اللي راه صاري في شبيبة القبائل. أريحوا معنا. طبعا الخسارة تاع البارح مع مولودية وهران 2-1 عادي في كرة القدم، تربح وتخسر. ما ناش نقلوا من فريق مولودية وهران. فريق مولودية وهران فريق عريق وفريق كبير، وخاصة هذه السنة. بصح المشكل في شبيبة القبائل ماشي في النتيجة، المشكل في الطريقة. فريق بلا روح، لاعبين تايهين، مدرب تحت الضغط، وإدارة ما نعرفوش واش راه يدير بصراحة. الجمهور شاف فريقه يتفرج، ما يدافعش، ما يهاجمش. وكي تشوف هذا كامل تقول واش راه صاري في جياسكا، الفريق اللي كان يخافوا منه في إفريقيا. والناس كامل، خاصة أنصار شبيبة القبائل الأوفياء، راه يتسقسي وين راهم المسؤولين، وين راهم القرارات، وين راهم الوعود اللي سمعناها، كنا نسمعوها كل موسم. طبعا كل ما يكون أي انهزام يقول لك اجتماع طارئ بعد المباراة. الكلام يتعاود كل مرة، راح نصلحوا، راح نديروا، راح نغيروا، بصح النتيجة عام بعد عام الفريق يزيد يطيح في نفس المشاكل. وشكون المسؤول؟ أنا نقول المسؤول هي شركة موبيليس، هي اللي عندها الأغلبية أسهم وهي المالكة للفريق. موبيليس الوعود الكبيرة والواقع مر. وهذه الشركة يا جماعة، موبيليس ما هيش حابة تستثمر في شبيبة القبائل، عندها 3 سنين ما دارت حتى شيء. من نهار ما دخلت موبيليس الناس قالت الشبيبة رجعت، ها هو المشروع وها هو المستقبل. بصح اليوم الجمهور يشوف العكس تماما. وين هو المشروع؟ وين هي الاستراتيجية؟ وين هي الشفافية؟ وين هي النتائج؟ الجمهور ما يطلبش المستحيل، يطلب فريق محترم، تسيير محترم، وقرارات واضحة. والجمهور هو ضحية. جمهور الشبيبة ما يستهلش هذا. ناس تمشي مئات الكيلومترات باش تشري تذكيرة، تشري الأقمصة باش تشجع، وفي الأخير تلقى فريق ما عندوش حتى شخصية داخل الميدان. الجمهور راه يقول عطونا فريق، ماشي تعطونا إعذار. وإذا الأمور تبقى هكذا، وإذا التسيير يبقى هكذا، إذا القرارات تبقى غامضة، الشبيبة رايحة لمصير ما نحبوش حتى العدو. بعض الصفحات يا جماعة وبعض الناس يتكلموا نهار يقولوا النتائج سلبية، ويقولوا علاش لاعبين القدامى ما يخرجوش يتكلموا على هذا الشيء. أنا نرجع لكم جواب، نقول لكم باللي هذو اللاعبين نهار يتكلموا تخرجوا تسبوهم، تقولوا لهم باللي راكم تحوسوا على خبزة وتحوسوا على ما كان في شبيبة القبائل، ونهار ما يتكلموش أنتم تقولوا على ما يهضروش. نقول أنا شبيبة القبائل أكبر من أي شخص، وأكبر من أي إدارة، وأكبر من أي شركة. الفريق هذا ملك للجمهور، والجمهور وحده اللي يقدر يغير المعادلة. السؤال اللي لازم كل واحد يجاوب عليه، هل تشوفوا باللي التسيير الحالي قادر ينقذ الفريق؟
هل تشوفوا بلي الوعود تكفي ولا لازم أفعال؟ واش هي الخطة اللي لازم يديروها الأنصار باش الفريق يرجع لمكانته؟ وهل تعتقدوا أن التغيير لازم يكون جذري ولا تدريجي؟ مكتبوا لنا رايكم في التعليقات وخليونا نسمعوا صوت الجمهور الحقيقي. ما نطولش عليكم، نخليكم الفيديو تاع مراد عمارة واش تكلم، حارس القديم تاع الجموجات. ما تنسوش اشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بروشان فيديو ان شاء الله. C'est le recrutement, bon, la carotte des joueurs n'a rien à voir avec la disque. Mais un douze plateaux pour la disque. Il ne mérite pas de porter le maillot de la disque. Je l'ai dit, je le redis. Oh, normalement, on me dit que والله ما je mérite pas de porter le maillot de la disque. Oh, allez voir des joueurs sur le terrain, tenez la patte. وين هذيك تاع جيسكا القلب والاخر ميم تكنيكمون مخصوص تشوف الجواري سباب بور المايو ولا ما كاش يا غيان. انا بونسي cette année ça va être l'année de la JSK au début de la saison avec la préparation libéraux avec tous les moyens avec un public comme ça avec un public un stade comme ça. imagine احنا في وقتنا الستاد هذا على كارثه. كنا احنا الوقت هذاك السطاد كي هذاك لي زيكيب نعطيوهم ب 10 ب 15 معنا عن ستاد كوم سا افيك دي سيبورتور. لا وتشوف دي جوا كي ترى نابات سو التيران ما يعرفوش لامور دو كلوب، ما يعرفوش واشنو الكلوب. يفو ايمي الكلوب هذا لونطرينور اللي جوا اللي عطيت له ويلعب لك. ما جابلكش هو اللي جوار، ما جابش عنده سلتيرا ويلعبهم نو. مي البروبليم انا نشوفوا لي جوار هادو يا غيا هكذا. دوكا انا نشوفوا لي جوار يسدونا فون رامي لا ايوا كومبيان دو بيت انا ماركين يا سي محمد. رقاني 9 بويس 10 بحبوح 11 منات طيار 13 بوزار مزيان او تسجيل هدف اول يبدو لي تسجيل اللاعب حفف اللي كان صعد من الدفاع وتمكن باش يسجل اول هدف. هذا بعد 8 دقائق من انطلاق المقابله، بعد سيطره من طرف الجمعيه في هذه اللحظات اللي مرت كانت سجلت فيها 2 ركنيات متواليه. نتيجه الضغط هذا تمكن باش يدني هدف مقابل 0 بعد 8 دقائق. والكره الان لصالح شريف الوزاني اللي يحاول باش ينظم هذه الهجمه ناحيه من والاعاده. إعادة كيفية توجيه القذفة القوية اللي كانت